احنا دلوقتي يا جماعة بما اننا بنتكلم عن المهارات الصوتية، في عندي مهارة من اهم المهارات الصوتية، وهي كيف تملأ حديثك بالالوان والحياة. يعني ازاي تخلي الناس تشوف اللي انت بتقوله، وجملة عندما ترى الصوت تبقى جملة صحيحة، اني اقدر اشوف الصوت بتاعك، اشوف الحاجة اللي انت بتتكلم عنها. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. ممكن يحصل باني اعرف ايه الانبوتس بتاعت الانسان. الانبوتس بتاعت الكمبيوتر معروفة، الماوس مثلا، الكيبورد، الحاجات دي هي دي اللي بدخل بيها معلومات. الانسان ايه الانبوتس بتاعته؟ اما تيجي تقول معلومة الانسان، تدخل معلومة لعقل الانسان، بتدخلها له عن طريق ايه؟ انف، اذن، سمع، ولمس. بصر، لمس، اللي بنسميها الحواس الخمس. الحواس الخمس. ازاي بقى تخلي كلامك مرئي؟ بانك تشغل اكبر قدر من الحواس الخمس. ازاي تشغل اكبر قدر من الحواس الخمس؟ بانك ما تقوليش انا جبت لك وردة او انا شفت وردة، بس قول لي انا شفت وردة لونها احمر قاني، والورق بتاعها اخضر متدرج. شوف. الاول ورقة اكبر حجما ولونها اخضر داكن، اما تطلع فوق شوية تلاقي ورقة اصغر حجما بس لونها افتح شوية، وافتح درجات الاوراق هي الورقة الملاصقة للوردة، والوردة عليها نقطة مطر جميلة عاملة انعكاس لضوء المكان كله، فالنقطة دي منورة جدا. اما قربت من الوردة لقيت ريحة رائعة، ريحتها حلوة قوي، زي ريحة الفل مثلا، ريحة أنا ما شمتهاش قبل كده، تحفة رائعة. شفت شكل الوردة ولونها الداكن كأنه، عارفين القماش الشموا ده اللي فيه كأن له تواجد فرو، له فرو. أنا بدأت ألمس الوردة لقيتها ناعمة وكأنها ملمس الفرو الناعم جدا. أنا كده عملت لك إيه؟ شغلت كله. أنا خليتك تشوف الوردة بلونها الأحمر وتفاصيله، بالورق الأخضر والتدرج اللي فيه، خليتك تشم ريحتها، خليتك تلمسها كأنك مسكت الورقة في إيدك أو الوردة في إيدك ولمستها من كل الأجزاء بتاعتها، وهكذا. يبقى ما تقوليش وردة وتسكت، ما تقوليش حصل حادثة على الدائري وتسكت، لا، قول لي وانا ماشي على الدائري سمعت صوت فرامل امريكاني، بصيت على ايدي الشمال لقيت عربيه زرقاء بتتقلب 3 مرات، قلت يا ساتر يا رب، ووقفت على جنب، قلت يمكن انقذ حد من العربيه، ورحت عديت الطريق بسرعه. اما قربت لقيت ريحه دخان ونار غريبه جدا، وفي صهد كده كأن في نار مواجهاني. المهم ان قربت قلت يمكن استطيع ان انا انقذ حد، لقيت في ناس جوه للاسف الشديد فارقوا الحياه. بس لقيت طفل صغير بيبكي، بصيت فيه كده لقيت ولد بشرته بيضة جميل جدا وعينيه زرقاء وشعره أصفر، وبشرته من السخونة اللي في العربية خدوده لونها أحمر مع إنه بشرته بيضة. المهم جيت أمسك دراعه لقيت دراعه ساقع مع إن الدنيا حر، ففهمت اللي حصل. هو ما العربية اتقلبت دراعه العظم اتفصل عن بعضه، وكان جسمه كله دم والعربية نازل منها الدم على الأرض، بس الولد ما زال يبكي، ما زال في أنين، فعرفت أنه عايش فخرجته من العربية. الحادثة يعني طويلة والكلام فيها كتير فمش عاوز أكملها دلوقتي، أنا عايز بس أوصل لنقطة واحدة، وهي انتوا سمعتوا صوت اللي هو صوت إيه؟ فرملة. صوت العربية، صوت الفرامل، صوت الولد وهو بيعيط. شفتوا لون إيه؟ اللون الازرق بتاع العربيه، ولون بشره الولد، ولون عينيه، ولون شعره، ده انتوا شفتوا كل حاجه، ولون الدم، شميتوا ريحه الدخان وريحه الحادث وريحه عشت الدم، اللحظة. انتوا عشتوا، انتوا تخيلتوا الحادثه يا جماعه. في حد فيكم ما شافش الحادثه؟ حد فيكم ما شافش الولد؟ طيب لا. حد فيكم لم يحن لهذا الولد وقلبه اتخطف كده مع هذا الطفل ابيض البشره اللي عينيه خضراء وشعره اصفر وجميل ووشه احمر كده، خدوده حمراء من الحر اللي موجود؟ تعاطفنا جميعا، تعاطفتوا، حسيتوا بالموقف. هو ده اللي بقوله عندما ترى الصوت، وده اللي بقوله ازاي تملى حديثك بالالوان والحياه. احنا دلوقتي حالا هنعمل ورشه في الكلام ده، ولكن اشوفكم في الفيديو اللي جاي.